السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قناة ملذة وطاب مع رندا محمد. أهلا بيكم حبايبي مشاهدين ومتابعين القناة. ازيكم؟ وحشتوني، بقالي فترة ما صورتش. انتوا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة هنقدم أكلة من أكلات الزمن الجميل، حاجة كده على قد الإيد، وكلنا جداتنا وأمهاتنا كانت بتعملها. هي الفول المقلي. معرفش انتوا عندكم الفول المقلي اسمه ايه، كل واحد حسب البلد بتاعته. لو هي ليها اسم تاني غير الفول المقلي ابقوا اكتبولي في الكومنت عشان اعرف هي متسمية باسم تاني او لا. الفول المقلي دوت عبارة عن ايه؟ الفول النابت بتاعنا اهو العادي، الفول بتاع التدميس بيبقى مبلول، بيتحط في مية حوالي يومين او 3 وبنغير عليه المية، واول ما بنلاقيه عمل الشكل دوت بقت القشرة سهلة كده تخرج ونفصصه بقى كده. انا ما بحبش اعمل الفول المقلي ده بالفول المدشوش، عشان الفول المدشوش بطبيعته ان هو اول ما بينزل على النار سواء في ميه او طماطم او اي حاجه بيتهري، الفوله بتتكسر. يعني انتوا لو فاكرين الفيديو بتاع البصاره الفول بتاعها بيستوي بسرعه وما بيستحملش النار. انا مش عايزه الطبق بتاعي يبقى الفول متكسر وشكله مش حلو، فبعمله بالفول النابت. الفول النابت سهل جدا، انت ممكن تشتريه من السوق جاهز او تعمليه في البيت. بتجيبي الفول اللي هو بتاع التدميس بتاعنا العادي، وبتبليه، بتنقيه طبعا كويس وبتغسليه وبتبليه يومين او 3. بيتنقع والميه بتتغير كل يوم مرتين او 3 برضه، عشان ممكن يعمل معاكي زي وش كده ريم، احنا مش عايزينه يعمل الريم دوت. خلاص كده الفول بتاعي جاهز ومتفصص وزي الفل. وبستخدم بقى في الاكله الجميله الشعبيه اللي هي على قد الايد دي لسان عصفور نص كوبايه كده، وبصلايه متقطعه مفرومه براحتك، وعصير طماطم وعصير طماطم، ومعايا التوابل بسيطة جدا ومش كتير، الفلفل والملح والكزبرة والثوم. ومعايا بقى طبعا ملك الأكلة الزيت. مش هستخدم سمن خالص في الأكلة دي ولا زبدة، احنا هنستخدم الزيت. احنا أول تركة في الوصفة بتاعتنا هنعمل ايه؟ اللسان العصفور او المكرونات عموما لما بتنزل في الحله في الميه او في طماطم زي ما بقول، هي طبيعتها بتنزل نشا، فلما بتنزل النشا الطماطم تتقل كده وتبقى مش حلوه، ولونها حتى بيفتح، ما بتبقاش حمرا كده وجميله زي اللي احنا عايزينها. فبعمل تركه كده، يا ريت كلكم تعملوها. انا مولعه على حله ميه بتغلي، هعمل ايه؟ بنزل بلسان العصفور في الميه السخنه دي اللي هي بتغلي، وهقلبها تقلبتين كده 3، وبعد كده هطفي عليها وهسيبها في الميه المغليه، هتنزل كل النشا بتاعها في الميه المغليه. واجري بقى اعمل الوصفه بتاعتنا. سيبنا بقى لسان العصفور هو ينزل النشا بقى براحته في الميه. جبت بقى حله وبنزل بشويه زيت كده حلوين في الحله. زي ما قلت انا النهارده مش هستخدم ولا زبده ولا سمن. ومعايا بصلايه كده حلوه متقطعه مفرومه براحتك خالص. بتقلبيها بقى كده، واول ما هتبدا تصفر مش تحمر، تصفر، هقول لكم هنعمل ايه. بصوا هي اصفرت معايا، دبلت كده واصفرت. هنزل بمعلقه ثوم في وسط مع البصله كده. اول بقى ما الاقي الثومه بتاعتي كده بدات تصفر هي كمان، هروح ايه بقى عامله ايه اهي كده، الثومه بدات تصفر اهي، هروح نازله بعصير الطماطم. هسيبها بقى تتسبك 3/4، عشان انا قلت لكم قبل كده لما بعمل اكله فيها طماطم ما بحبهاش تتسبك للاخر، عشان لما اجي ازودها شويه ميه او شوربه ما تخفش معايا. لما بتبقى 3/4 تسبيك بتبقى الصلصه بتاعتها تقيله وحلوه. هننزل ايه بقى على الطماطم دي بمعلقه كزبره اهو،
والفلفل الاسود. مش هنزل بالملح دلوقتي خالص عشان الثوم، عشان الفول بتاعي يستوي، ولما يستوي هملح، لان الملح بيعطل او بيأخر السوا شويه في الاكل، سواء لحمه خضار. ما تحطيش الملح في الاول، حطيه بعد ما يخش السوا خالص عشان ما ياخدش وقت معاكي على النار. انا هسيبها بقى تتسبك، وبعد ما تتسبك التلات ارباع تسبيك هقول لكم هنعمل ايه. اهي تلات ارباع تسبيك، لسه ما خرجتش الزيت بتاعها كله. وانا هنزل بقى بشويه الميه اهو. بحط ميه زياده شويه عشان لسه الفول هيستوي فيها خلاص، وهي فيها بقى الثوم والكزبره والفلفل، فيها كل حاجه. مش هنزل بلسان العصفور دلوقتي الا لما الفول بتاعي يغلي غلوتين 3، عشان لسان العصفور هو في الميه المغليه كده اكن بقى نص سوا. لما انزله دلوقتي مع الفول هيتهري، انا مش عايزه لسان العصفور ولا الفول يتهروا. اول ما هتغلي هنزل بقى الفول واسيبه معاها بقى مع نفسه كده لغايه لما يقرب يستوي نص سوا كده، اروح منزله لسان العصفور. زي ما انتوا شايفين الطماطم اهي غليت. هنزل بالفول بعد ما الطماطم غليت اهو. ومش المره التانية بقول انا مش هنزل بلسان العصفور دلوقتي الا لما الفول يبقى نص سوا. هقلبه بقى كده وهغطيه واسيبه لما يستوي نص سوا. هنزل لسان العصفور. هو كده خلاص دخل ايه يعني نص سوا كده. هنزل بقى، شايفين لسان العصفور بقى نص سوا هو كمان. هنزل بيه بقى كده اهو واقلب. لقيته هياخد بقية لسان العصفور، هياخد بقية لسان العصفور، يبقى العيار بتاعي حلو جدا. هفضل بقى سايباه على النار لما يتسبك. واخر تركه فيه هوريها لكم اول ما يتسبك. شايفين خلاص اتسبك، ولسان العصفور والفول بقوا زي الزبده. وبصوا بقى عشان انا عاملاه بفول نابت، الفولايه واحده بوحدتها كده. هنزل بقى بالملح بتاعي عشان هو خلاص استوى، وهقلبه بقى كده في تكايه صغيره خالص خالص خالص. التكه دي بتاعت ملذة وطاب، والله يرحمها امي هي اللي معلمها لي. هنعمل ايه؟ هنعمل له طشه زي بتاعه الملوخيه، بس بدل السمن هيبقى زيت. ده توم وشويه كزبره وزيت مش سمنه. اول بقى ما هتبقى تحمر التومه بتاعتنا بقى كده الجميله دي، هننزل بيها على الحله. لما هننزل بيها على الحله هتعمل، هو ريحته دلوقتي جميله لان هو فيه توم وفيه كزبره والتوابل مخليها ريحته جميله جدا. لكن الطشه بقى على وش الحله دي، بس المره دي بقى مش هنشهق علشان خاطر دي مش ملوخيه. احنا بنشهق في الملوخيه بس، لكن الفول مش هنشهق. جميل جميل وريحته جميله وعلى قد الايد وتغيير في الاكل. بدل ما نفكر نعمل ايه، نحمر بطاطس ولا لا حاجه كده سريعه ومش هتاخد منك وقت. ولو انت جايبه الفول نوعه حلو وبلشيه هيستوي معاكي على طول، مش هياخد وقت في السوا. وحاجه كده من الزمن الجميل اللي طعمها حلو ومغذيه وبتاكلك. وتقدمي بقى مع باذنجان مخلل، مع ترشي، مع زيتون، مع طماطم مخلله، اي حاجه بقى انت عايزاها. والله الواحد في الاكله دي بياكل اكل ما اقولكوش، ولا احلى من اللحمه واحلى من الفراخ، بس مش احلى من السمك عشان انا بحب السمك. خلاص كده هنزل بيها بقى على الحله بتاعتنا اهو.
لو انتوا واقفين معايا بقى دلوقتي هتشموا احلى ريحه. والله يا ربي احلى ريحه واحلى اكله واحلى اطعم من كده مفيش، والذ من كده مفيش. وحاجه شايفين لونه؟ عشان انا عملت ايه؟ عملت لسان العصفور الاول في الميه المغليه، ولا منشي ولا حاجه، ولونه تحفه 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 وطعمه جميل. هنغرف بقى الطبق بتاعنا الحلو ده واوريهولكم. شايفين بقى؟ شايفين حلاوته؟ طبق تحفة 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 وطعمه جميل جدا. لو وصفة النهاردة عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناة أول مرة يشوفني يشترك ويفعل الجرس عشان توصلوا مني كل الإشعارات. قناة ملذ وطاب بتلاقوا فيها ألذ الأكلات وأطيب الوصفات. سلام عليكم.